السلام عليكم الخوت. لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. أعلن تضامني في هذه القناة المتواضعة للعائلات الضحايا اللي ماتوا لهم العائلة ديالهم. غادي نقول لهم تعازينا لكم، تعازينا الحارة لكم. إنا لله وإنا إليه راجعون. والإخوان، هادشي اللي كتب الله، يعني الكوارث الطبيعية الله سبحانه وتعالى هو اللي كبير على داكشي كلشي، هو اللي كيصيفط بحال هاد الكوارث الإخوان. صراحة تأسفنا بزاف، ولكن الأقدار الإلهية الله يلطف بينا وبكم يا ربي، والله يدير التياوين ديال الخير إن شاء الله. صراحة كانت خسائر مادية وحتى بشرية. لحد الآن دابا باش كنهضر معكم أعلنوا على 822 وفاة، يعني حصيلة شوية كبيرة. وأعلنوا على 611 لحد الآن، ولكن مازال كاين الخسائر. أعلنوا على 611 ديال المصابين، كاين اللي فيهم جروح خطيرة، وكاين اللي فيهم جروح خفيفة. إنا لله وإنا إليه راجعون. صراحة الزلزال شي حاجة اللي صعيبة بزاف، وهاد الخطرة ضرب كاع الجل الأقاليم ديال المغرب. الله يحفظ المغرب ديالنا، الله يحفظ المملكة المغربية الشريفة ملكا وشعبا يا ربي. غير ما تجيش في الراس، ما إلا عاد غير الخسائر المادية ماشي مشكل، داكشي كلشي كيتعوض. وكنشكر دوري كنشكر الدول اللي تضامنوا مع المملكة المغربية، اللي صيفطوا البرقية لصاحب الجلالة لدعمهم لهذا المصاب الجلل. يعني الله سبحانه وتعالى هو اللي قادر على كل شيء، باش الانسان يعرف انه الله سبحانه وتعالى راه كاين. ما بحال هاد الكوارث الطبيعيه، بحال الزلزال، بحال البركان، بحال الفيضانات، يعني الله سبحانه وتعالى هو اللي كيصفط هاد الكوارث الطبيعيه. نسأل الله السلامه والعافيه. سبحان الله العظيم. الزلزال ديال 1960 ديال اكادير كان اقل من هذا الزلزال اللي ضرب دابا راه 7 درجات. ولكن الزلزال نتاع اكادير اللي ضرب في 1960 كان 5.8 الى باقي كنتذكر، وكانت خسائر اكثر بشريه على هذا الزلزال اللي ضرب دابا. سبحان الله العظيم. المهم، أجدد تعازي الحارة الناس اللي فقدت العائلة ديالهم. إنا لله وإنا إليه راجعون. والله يلطف بنا الإخوان، دعواتكم الله يلطف بنا، والله يحفظ المملكة المغربية الشريفة يا ربي، والله يحفظ جميع الدول العربية المسلمة، الدول المسلمة بصفة عامة، الله يحفظهم من هذه الكوارث، من الآفات يا ربي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.